الكوسة بالبشاميل من الحاجات الحلوة جدا والمفيدة، وفي نفس الوقت ولادنا لو ما بياكلوش كوسة نقدر نعملها لهم في الكوسة بالبشاميل، وطعمها جميل جدا ولذيذ. بس ليها طريقة عشان نعملها وتطلع صح، تطلع القطعة زي ما انتوا شايفينها كده. ان احنا بنجيب الكوسة بنقطعها بالورب، ونبدأ نشوحها بمعلقة من الزبدة ومعلقة من الزيت وشوية من الفلفل الألوان، وكمان الفلفل الأسود والملح، وشوية من جوز الطيب بسيط جدا. ونبدأ نشوحها مع إضافة البهارات. أول ما بتاخد 3/4 سوا بحطها في الصينية، وعليها اللحمة المعصجة بالطريقة العادية جدا، لحمة مفرومة عليها بصلة وفصين من الثوم. أول ما بتبدأ لونها يتغير بنبدأ إن احنا نطلعها على طول مباشرة بدون إضافة أي دهون. وعندي البشاميل عبارة عن 4 معالق من الدقيق، بحمرهم في 4 معالق من الزبدة بإضافة شوية صغيرين من الزيت عشان ما تتحرقش الزبدة. وببدأ أقلب في الدقيق لحد ما يتغير لونه ويبقى كريمي. ببدأ أضيف له اللبن شوية بشوية لحد ما يتكون عندي يبقى زي المهلبية كده. ببدأ بعد ما يبرد أضيف له 2 بيض وأقلبه كويس جدا معاه. وبعد كده أضيف له شوية من الفلفل الأسود. بضيف البشاميل على الكوسة واللحمة المفرومة، وبعد كده بضيف شوية من البقسماط على الوش. ببدأ أدخلها في درجة حرارة 180 درجة في الرف الأوسط. بتطلع بالمنظر الجميل ده. تخيلوا أنا مقطعاها وهي لسه سخنة، يعني لو سبتها شوية تبرد كانت هتطلع كمان القطعة أحلى من كده كمان. وزي ما انتوا شايفين طالعة القطعة زي ما هي بدون ما تتفتفت مني. ودي من ضمن المساوئ اللي احنا بنعملها لما بنيجي نعمل الكوسة بالبشاميل، اللي بتطلع متفتتة مننا وبتبقى شكلها مش حلو. ايه رأيكم في الكوسة بتاعت النهاردة بالبشاميل؟ طالعة في منتهى الجمال، وتقدروا تعملوها بنفس طريقتي. انا هنا ما ضفتش طبقتين وبينهم اللحمة المفرومة، لا ضفت طبقة واحدة. وزي ما انتوا شايفين طالعة في منتهى الجمال، لان لو عملتها قطعتين بتكون كبيرة جدا، وده اللي بيخليها تتفتت معانا. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، وان شاء الله تجربوا الوصفة دي وتنال اعجابكم. واشوفكم الفيديو الجاي على خير بإذن الله. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.